السلام عليكم. ايه بقى؟ بخصوص العنوان بس الاول، ان الحاج ابو حنان هو المرشد. مش هو المرشد يعني المرشد الاعلى بتاع الاخوان وكده، لا 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 لا، هو المرشد، هو اللي ارشد عن وفد حماس لاسرائيل. ازاي؟ الموضوع بيبدا من ان الحاج ابو حنان كان مقدم عرض وقال لك ده العرض النهائي لحماس. ايه هو العرض؟ العرض قال لك ان حماس تفرج او انها تسلم جميع الرهائن اللي عندها احياء واموات، كلهم تسلمهم دفعه واحده، وفي المقابل اسرائيل هتفرج عن من 2500 ل 3000 سجين عندهم، من ضمنهم ناس احكام عاليه وكان فيهم ناس فيهم اعدام وحاجات زي كده. طيب دي واحده. الثانيه ان هو ضمان بالكلمه، ان هو يعني هو هيديهم كلمه كده ضمان ان بعد لما تحصل الصفقه دي هو وعد ان اسرائيل ما تخشش غزه كمدينه، مش قطاع غزه، لا، انها توقف الدخول لغزه. فهو كان مقدم العرض ده، وراح قال للمسؤولين في قطر انتوا يا جماعه اعرضوا الامر ده على حماس. حماس كانت قبلها بيومين كانت في تركيا، فقال لهم خلاص هاتوا وفد حماس عندكم وعرضوا عليهم هذا الامر. قطر بحسن ان هي عملت نفس الوضع، وراحت كلمت وفد حماس، وراحت جايبهم عندهم في قطر، وراحت عرض عليهم الامر. قالت لهم والله كده 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 كده. فجي وفد حماس رد عليهم قال لهم طيب ادونا فرصه بس نفكر نتشاور، وان شاء الله بكره نرد عليكم، لكن بشكل مبدئي احنا موافقين ولكن لينا شروط. فهم قالوا خلاص احنا بنناقش الشروط مع بعض، احنا بكره بنرد عليكم. ده كان كلامهم للمسؤولين في قطر. المهم بعد كده المسؤولين في قطر بحسن نيه برضو راحوا للمسؤولين في امريكا وقالوا لهم ايه اللي حصل مع وفد حماس. رد عليهم بقى المسؤولين في امريكا قالوا ايه؟ قالوا طيب ما خلاص طالما كده كده يعني بكره الرد، خلاص خليهم بلاش يجتمعوا في الفنادق، بلاش بهرجه وحاجات من دي، خليهم يجتمعوا كده في اي فيلا وخلاص. تمام. وبالفعل برضو قطر بحسن نيه تاني بلغت وفد حماس بهذا الامر، وهم قالوا خلاص اوكي ان احنا هنجتمع في فيلا معينه، واتفقوا على كده. هنا بقى الامر يجي، كان برضو قبلها بكام يوم كانت مصر، وللامانه برضو كانت تركيا، كلمت المسؤولين في قطر وقالوا لهم خلوا بالكم وحاولوا تغيروا خطة التأمين بتاعة الوفد، علشان في أخبار على إن ممكن يحصل حاجة. تمام. ويمكن هو ده السبب اللي خلى وفد حماس كله محدش فيه يتأذي. الجماعة تاني يوم اجتمعوا في الفيلا اللي هم كانوا متفقين عليها. أتاري الحاج أبو حنان كان أرشد لإسرائيل عن وفد حماس بكل اللي حصل ده، وعن إن هم هيجتمعوا في الفيلا، والمعلم طلع ان هو شغال مرشد لاسرائيل، اللي هو كان في البدايه بيقولوا ان هو ما كانش عنده علم او ده. لا لا لا، ده الموضوع ما طلعش ان هو كان عنده علم فقط، ده الموضوع ان هو المعلم كان مشارك، هو اللي شارك وهو اللي خطط ودبر وارشد لاسرائيل عن وفد حماس، وهو اللي ظبط التكتيك ده كله علشان لما يضربوهم تبقى برضو الضربه معقوله، ان هي فيلا احسن ما يبقى مثلا في فندق او في برج كبير وفي فندق ويبقى الموضوع اكبر. اتاري هو اللي عمل التكتيك ده كله اصلا للموضوع. واتاري المعلم الحاج ابو حنان باع البيعه لقطر وباع البيعه للعرب كلهم، وهو كان هو المدبر وهو المخطط للضربه بتاعه قطر، واللي كان في الاول بيقول لك احنا ما عندناش علم بيها. لا 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 لا، هو اللي دبر وهو اللي خطط وهو عمل كل حاجه. ده يدينا نتيجه ان احنا كعرب لازم نكون ان احنا اكتر من كده اتحاد مع بعض. لازم ان احنا الامان اللي كان الخليج وكانت الدول العربيه كلها مدياه لامريكا طلع ان هو امان زائف، او بيع الامان اللي هو بتاع امريكا كانت بايعه الامان للدول اللي فيها القواعد بتاعتها، ده كان امان زائف. وفي الاول وفي الاخر امريكا الحليف الاوحد ليها هي اسرائيل. وده ينبهنا لحاجه، جه الوقت اللي احنا كلنا فيه كعرب نتحد فيه مع بعض بجد علشان نحمي بعض. السلام عليكم.